هاي هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. وما زلنا في تحضيرات الفطار بتاع رمضان. اول حاجة بندخل نعملها هو العصير والبلح طبعا. النهاردة طبعا كان عندي عصير فراولة، في جزء منه عايز باللبن والجزء التاني من غير لبن، فاحنا بنحاول نرضي جميع الأطراف. المهم دخلت هنا عملت العصير بتاعي، قطعت الفراولة وظبطتها لان هي فريش مش في الفريزر، وبس حطيت عليها شوية من السكر وكوباية من اللبن وكوباية من المية. والجزء التاني برضو نفس الفكرة، اخدت برضو شوية من الفراولة وشوية من المية. بس هنا بعاير بالغطا بتاع علبة السكر، لان بصراحة بيظبط معايا مقدار السكر مظبوط. لما بعاير بالمعلقة ما بعرفش. المهم، انتوا بقى عملتوا ايه فطار النهارده؟ قولولي بقى، اكتبولي في الكومنتات وعاملين ايه في الصيام. آه وبس كده. دخلنا بقى هنا، كانت عندي سبانخ، انا كنت في اليوم ده عامله لحمه مسلوقه، ودي جبت شويه سبانخ كده. قلنا ايه اما نعمل شويه سبانخ كده بشويه دمعه حلوين كده، وفضل ونعمه من عند ربنا. كل يوم في حيرة هناكل ايه هنشرب ايه. رمضان زي ما انتوا عارفين ايامه مميزة، وفطاره بصراحة بيبقى مميز. ما بيحبش اللي هو اي كلام في اي كلام يعني، رغم ان هو ده اللي احنا بنعمله في يومنا الطبيعي يعني وايامنا العادية. بس في بعض الاحيان بصراحة الواحد يعني بيحب يعمل اكلات مميزة، وفي نفس الوقت مش كتير بسبب ان انت ما تهدريش في الاكل. بصراحة انا بعمل الحاجة اللي بياكلوها اولادي، وبعمل يعني على قد اليوم بس لاني حرام. هنا كانت اللحمة بتاعتي استوت، لاني بقولكوا حرام يعني ان الواحد يرمي الاكل وكده. جبت الحلة بتاعتي، وكان عندي بصراحة تسبيكة كده كنت حطاها في الفريزر. انا مش بفرزن التسبيكة، بس لما بعمل كمية كبيرة ويكون عندي طماطم كتير وكده، فبعمل كمية بتنفعني لما تكون مثلا مزنوقة، كنت في مشوار وراجعة، فايه بتنفع معايا كده. اخدت حطيت الحلة بتاعتي على النار. اليوم ده كنت بصراحة مفرهدة، وكنت نزلت السوق ورجعت وكده، فقلت اما ايه اعمل بسرعة الاكل بدل ما انا لسه هصلص واعمل تسبيكة وبتاع. فقلت طالما هي موجودة اطلعها من الفريزر يا بنتي واعمليها. فما اخدتش مني وقت كتير بصراحة. كنت حاطة اللحمة على النار عادي تتسلق، وكانت خلاص استوت، فبدأت اعمل ايه السبانخ. نزلت بالسبانخ بتاعتي مع الخضرة متقطعة، وبسيبها شوية تنزل ميتها في مع بتنزل المية بتاعتها، وبعدين مع الصلصة يعني، وبعدين بزود لها الشوربة بتاعتها. مش بزود من الأول للآخر يعني، لأن بيبقى فيها مية كتير وكده. اهو هنا سبتها لحد ما نزلت ميتها خالص، وبعدين زودت لها الشوربة بتاعتها، وحطيت كمان مكعب من المرقة في الأول. وبس هنا نقلتها على العين التانية، وكنت هعمل شوربة ايه خضار. فجزء بيحب شوربة الخضار وجزء لأ، ما علينا. والله الموضوع ده ان حد واحد في البيت او اتنين وتلاتة يحبوا وما يحبوش، بصراحة بيبقى موضوع مرهق يعني. المهم حطيت الشوربة ونزلت معاها بالخضار بتاعي او المرقة، ونزلت بالخضار بطاطساية على آم، فاصوليا، لا فاصوليا خضراء لا، بسلة جزر كوسة. وقطعت معاهم بطاطساية، وشوحت هنا شوربة شوية سمنة بلدي معاهم شوية شوربة لسان عصفور. وبس سبتها على النار تغلي كده، وده يستوي من هنا وده من هنا وكله كده مع بعضه. وهنا كانت السبانخ بتاعتي دخلت في السوا، رحت عطلها فص توم ني. وهنا هعمل لها الطشة. انا بحب اعمل طشة للسبانخ، انا معرفش انتوا بتعملوها ازاي، بس هي دي الطريقة دي بتاعتي. هنا طشيت شوية اللهم صل على النبي، حطيت كام فص من التوم، وكانوا مهروسين وعليهم حتة سمنة بلدي، وشوحتهم كده لحد ما اخدوا لون. وبعدين نزلت بشوية كزبرة، وبعدين نزلت بيهم على السبانخ. هنا طبعا في برضو في ناس مش بتاكل السبانخ، فنزلت بقى بايه بفصين من التوم كده ومكعب مرقة وشوية مية كده. هعمل ملوخية ناشفة.
بصراحة من النادر ما بحب اعمل، ممكن ناس كتيرة تعترض ان انا اعمل الملوخية الناشفة بالشوربة بتاعة اللحمة، بحسها كده طعمها غريب. فانا هنا رحت عاملاها بايه، بمكعب مرقة خضار. المهم في ثواني كده، ما خدتش معايا وقت، وكده خلاص الاكل بتاعي جاهز. هنا شوربة لسان عصفور وخضار وسبانخ. وهنا كان المغرب خلاص هيأذن. اول حاجة احنا بنصب العصير ده ونحط البلح، وبعدين بنفطر ونقوم نصلي، وبعدين بنكمل. وهنا كان عندي عصير ده الفراولة باللبن، وفراولة سادة، وبرضو تمر، لأن برضو في ناس معترضة، وما زلنا في الاعتراض. المهم اللهم لك الحمد، ربنا يهديهم علينا، بس المهم ان هم ياكلوا ويتهنوا ويتبسطوا. حطيت هنا البلح والعصير. هاخد الصينية دي اوديها الاول نفطر، وبعدين نيجي نكمل الاكل بتاعنا علشان نغرف بعد الصلاة. هنا كنا صلينا اللهم لك الحمد، وبعدين كده جبت علشان خلاص هنغرف الاكل بتاعنا. وقولوا لي انتوا فطرتوا ايه النهارده، ولسه حيرانين زيي ولا لا؟ هنا صبيت شوربة لسان عصفور، وناس عايزة عصفور على خضار، وبنحاول نرضي جميع الأطراف. وبس. انتوا قوليلي اهو، هنا عملت كده وعملت كده، وجزء على كده بس انا الحمد لله ما بكترش، علشان الاكل يبقى كل يوم فريش، وفي نفس الوقت ما فيش حاجة تتبقى ولا حاجة تتهدر. بعمل كل حاجة بحيث ان هو الواحد يرضي جميع الاطراف. بس المهم الحمد لله، يعني ما فيش حاجة بتدلق يعني، او لو اتبقى بواقي بيبقى قليلة وكده. والله ما دام نعمة احفظها من الزوال. هنا غرفت، وكنت بحمر اللحمة في السمنة البلدي. ودي طبق ملوخية ناشفة، كان طعمها زي العسل، والأكل اللهم دام نعمة احفظها من الزوال. حمرت اللحمة عندي في الطاسة بتاعتي وكده، وشوية من السلطة، واللهم دام نعمة واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب. وكده بيكون الفيديو بتاعي خلص معاكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة، وتفعلي زر الجرس. ومع ألف سلامة.